أهلا وسهلا بكم مع جزء جديد من كتاب إرادة الإنسان في علاج الإدمان. عنوان: أهذا هو الإدمان؟ متى تتحول العادة إلى شكل من أشكال الإدمان؟ كيف نستطيع أن نميز الشيء الحقيقي عن النشاط الذي لا ضرر منه ولا ضرار، ولا يحتاج منا أن نشغل به أنفسنا؟ يرى بعض الناس أن المدمن ما هو إلا شيطان متهور يطارد هدفا طوال 24 ساعة كل يوم، والدليل الذي يستند إليه أولئك الناس هو أننا إن كنا نأتي هذا العمل كل يوم فلا بد أن نكون مدمنين، وهذا الاعتقاد الخاطئ يترتب عليه جدل خاطئ أيضا. هذا يعني أننا إذا لم نكن نأتي ذلك العمل كل يوم فنحن لا ندخل ضمن إطار المدمنين. من هنا فإن مسألة تعاطي أو عدم تعاطي شيء بصفة يومية لا يمكن اعتبارها مقياسا دقيقا للوقوف على إدمان الشخص أو عدم إدمانه. وواقع الأمر إن الجزء الأكبر من المدمنين لا يتعاطون مخدراتهم بصفة يومية، وإنما يتعاطونها على شكل نوبات سكر متفرقة أو على فترات متناوبة كل يوم، وقد تتخلل ذلك فترات يبتعد المدمن خلالها عن المخدر أو يخضع تعاطيه له للتحكم والسيطرة. ولابد لنا من تفهم هذا تماما، والسبب في ذلك إن المدمنين قد يستغلون ذلك المعيار الخاطئ ليثبتوا لأنفسهم في معظم الأحيان وللآخرين إنهم لا يعانون من مشكلة الإدمان ولا يعرفونها. فهذا مدمن يقول: أنا لا أتعاطى الشراب يوميا، إذن فكيف يمكن أن أكون مدمنا؟ وهذا مدمن آخر يقول: أنا لا أتعاطي الكوكايين إلا في عطلة نهاية الأسبوع، ولو كنت مدمنا لتعاطيته في كل وقت وحين. وفيما يتعلق ببعض أنواع المخدرات والأنشطة الأخرى قد يتعاطاها الفرد يوميا من الناحية النظرية ولا يصبح، وهذا من غير المحتمل، مدمنا. وفي كتاب شعب من المقامرين على سبيل المثال الذي ألفه ستيوارت وينستون وهارين هاريس، يوضح المؤلفان أن المرء بإمكانه أن يمارس المراهنة يوميا ولا بد من المقامرة، وذلك عندما يكون مبلغ الرهان في حدود إمكانات الفرد المالية، وبحيث لا تترتب على ذلك أي نتائج سلبية. والمعروف أن تعاطي كثير من المواد، علما بأن النيكوتين والكافيين والكوكايين وكذلك المشروبات الكحولية بصورة يومية لابد أن يؤدي إلى الإدمان. ومع تعاطي المخدرات عالية الإدمان التي من قبيل الكوكايين على سبيل المثال، قد يكون من غير المعتاد أن يتعاطى أي إنسان مثل هذا المخدر بصورة يومية لمدة 6 أشهر على سبيل الافتراض دون أن يصبح مدمنا، وبخاصة إذا ما سلمنا بتأثيرات ذلك المخدر الكيماوية الحيوية على مخ الإنسان. زد على ذلك أن الإدمان يحدث أيضا بغض النظر عن الكمية أو المقدار الذي يتعاطاه المرء من المخدر، كما أنه يحدث أيضا بغض النظر عن عدد الشمات، وبغض النظر أيضا عن المبالغ التي ينفقها الإنسان في المقامرة، وبغض النظر أيضا عن المقدار الذي يتعاطاه من المشروبات الكحولية، وأيضا بغض النظر عما يدفعه المرء في المراهنات. معنى ذلك أن الإنسان قد يدمن تعاطي الشراب على سبيل المثال، بالرغم أنه قد لا يتعاطى منه سوى كأسين في اليوم الواحد. هذا في حالة ما إذا كانت المدمنة أو المدمن يحاولان التحكم في الرغبة الملحة في تعاطي المشروبات الكحولية والسيطرة على تلك الرغبة وكبح جماحها. وبالمثل أدمن بعض الناس تعاطي الكوكايين مع أنهم لا يتعاطون منه سوى جرام واحد كل أسبوع،
في حين أن البعض الآخر الذين يتعاطون الكوكايين بمعدلات أكبر لم تظهر عليهم علامات الإدمان ودلائله مرحليا على أقل تقدير. هذا يعني وكما سيتضح لنا إنه لا الكمية ولا عدد مرات تعاطي المخدر هما اللذان يهمان أو يعول عليهما في الوقوف على طريقة تأثير المخدر على الإنسان، سواء كان ذلك التأثير مرحليا ووقتيا أم طويل الأمد، عندما يؤثر على حياة الإنسان كلها. ومن المؤكد بل ومن المهم أن نعلم أيضا أن تعاطي المخدر أو النشاط أيا كان يصبح إدمانا. إذا ما سبب للمرء مشكلة في حياته، ومع ذلك يستمر مثل هذا المرء في تعاطي ذلك المخدر أو النشاط. العامل الرئيسي الآخر المميز للإدمان هو الشيء الذي من أجله يتعاطى الإنسان ذلك المخدر أو ذلك النشاط. والإنسان إذا ما كان يتعاطى المشروبات الكحولية لإسكات توتر داخلي على سبيل المثال، فذلك يحتمل ألا يدخل أو يندرج ضمن التعاطي الجماعي للمشروبات الكحولية. وإذا كان الإنسان يمارس الجنس هربا من المشاعر والأحاسيس التي لا قبل له بها وليس من قبيل التعبير عن الذات الجنسي، فذلك يكون من قبيل الإدمان في أغلب الأحيان. وإذا كان الهدف من الدخول في علاقة من العلاقات هو ألا يكون المرء وحيدا، فذلك أيضا يدخل في إطار الإدمان، أو إن شئت فقل إن استعمال العلاقة هنا يصبح في إعداد الإدمان. خلاصة القول إن الإنسان عندما يستعمل شيئا قد يغير به حالته النفسية نظرا لأنه لا يطيق حالته النفسية التي هو عليها، فإن ذلك سيقوده إلى الإدمان ويجره إليه. عنوان: دلائل الإدمان الأربع الأساسية. إدمان الإنسان أي شيء من الأشياء أمر من السهل تشخيصه والوقوف عليه، وأعراض الإدمان يمكن تعريفها ووصفها، وهناك مرحلة معينة يمكن القول عندها إن الإدمان غير موجود، وبمرحلة معينة أخرى يصبح المرض موجودا. والمشكلة عند تشخيص إدمان شخص من الأشخاص تتمثل في أن هذا المرض يمكن تشخيصه ذاتيا، والسبب في ذلك أن المدمن إذ لم يكن على استعداد لتبين إدمانه والوقوف عليه، فإنه يحتمل أن يرفض بشتى الطرق تشخيصنا له ووصفنا إياه بالإدمان. ومع ذلك ومن سوء الطالع أن المدمن هو آخر من يعلم عن مشكلة إدمانه، والسبب في ذلك هو ذلك الدفاع الذي يعرف باسم الإنكار. زد على ذلك أن مسألة هزيمة الشخص عن طريق تشخيص إدمانه لا جدوى منها ولا طائل من ورائها، وأفضل ما يمكن عمله بدلا من تشخيص إدمان المدمن أن نعطي المدمن تغذية ارتجاعية حقيقية عن سلوكه وكيف إن ذلك السلوك يؤثر علينا. وعلى سبيل المثال، فإن الزوج الذي يستشعر القلق إزاء تعاطي زوجته الكوكايين مؤخرا قد يقول لها: لقد تأثرت تماما عندما تعاطيت الكوكايين في إحدى الليالي ولم تذهبي إلى عملك في اليوم التالي، وأنا أحس بالقلق نظرا لأن الكوكايين أصبح له في حياتك الأولوية على الأشياء الأخرى. ومبلغ علمي أن ذلك سوف يؤثر على علاقتنا أيضا. الزوج عندما يقول ذلك لا يكون قد شخص إدمان زوجته أو وصفها بالإدمان، وإنما يكون قد صارحها بما لاحظه وأخبرها بمدى تأثير ذلك عليه. وإذا ما استمر ذلك السلوك الإدماني فقد يحتاج الأمر إلى مواجهة حرفية مخططة ومدروسة، أو إن شئت فقل تدخل. وهناك كثير من مراكز العلاج التي تقوم على أمر هذه المواجهة
أو ذلك التدخل كي تساعد أولئك الذين يتأثرون بفعل إدمان المدمن. وفيما يلي نورد دلائل أعراض الإدمان الأربعة بشكل من التفصيل. 1. الاستحواذ الفكري. السلوك الإدماني عادة ما يكون قهريا ومستهلكا إلى حد بعيد، والإنسان عندما يدمن شيئا من الأشياء أو شخصا من الأشخاص لا يستطيع أن يمتنع عن التفكير فيه، ولا يمكن أن يتوقف عن التخطيط من أجل الحصول على ذلك الشخص أو لقاء ذلك الشخص. والمدمن عندما يوشك على القيام بالنشاط موضوع إدمانه يعتريه إحساس بالقلق والانفعال لا ينتهي إلا بعد أن يصل إلى ما يريد. وإذا ما حيل بين المدمن وبين ما يتعاطى ما يريد، فإن ذلك يحتمل أن يصيبه بالإحباط ويسيطر عليه الرعب والفزع. وخلاصة القول إن الاستحواذ الفكري لدى المدمن يستنفد قدرا كبيرا من وقته وجهده وانتباهه. والإنسان عندما يصاب بالإدمان يزداد تنظيمه لحياته على نحو يسهل له الحصول على المخدر الذي يتعاطاه. وخضوعا للإدمان قد يتأكد المدمن من أن شيئا أن يحول بينه وبين الوصول إلى أرض السباق كي يشارك في المقامرة، أو قد يتأكد من تأمين مقدار من الكوكايين قد يتعاطاه في المساء، أو قد يؤمن كمية من المشروبات الكحولية كي يجري تقديمها في حفل العشاء. هذا يعني أن المدمن يحمي كمية المخدر اللازمة لتعاطيه مهما كلفه الأمر. هذا هو ريتشارد، مدمن القمار الذي حصل على عون ومساعدة جمعية شفاء ومساعدي مدمني القمار. يستعيد ذكريات ذلك الحافز القهري الذي كان يدفعه إلى المقامرة، وكيف إن ذلك الحافز كان يسيطر تماما على سائر القيم الأخرى، حيث يقول ريتشارد: حدث ذات يوم أن جرحت زوجتي يدها عندما كانت تغسل الأطباق، وقد نتج ذلك الجرح عن كأس مكسور وسال الدم في كل أنحاء المكان، نظرا لأن الجرح كان كبيرا وكان يستلزم ذهاب زوجتي إلى المستشفى. في ذلك الوقت كانت تتملكني نوبة الإدمان، نظرا لأنني كنت أخطط للذهاب إلى السباق والمراهنات، وخطر ببالي كيف تجرأت على أن أفعل ذلك، وطلبت من جاري أن يأخذها إلى طوارئ المستشفى متعللا بأن سيارتي لا يدور محركها. وبعد أن غادر المكان سارعت إلى الذهاب إلى مكان السباق والمراهنات. يصف الناس الحافز القهري الذي يتسلط على المدمن بأنه أمر داخلي، أي أن المدمن يكون مدفوعا إلى تنفيذ ذلك الأمر بغض النظر عن أي اعتبار من الاعتبارات العقلانية. هذا هو ديبي، مدمن الإنفاق، يستعيد ما حدث له فيقول: كنت أشعر أنني مضطر ومجبر تماما على الشراء والإنفاق، وذلك بغض النظر عن مواردي الحقيقية. لم يدر بذهني أي شكل من أشكال الصراع حول هذا الموضوع. كل ما في الأمر أنني كنت أحجب الحقيقة وأتغاضى عنها، واتجه إلى البنك مباشرة وأضع بطاقة ائتماني خلال جهاز الصرف. كنت أسعى لتعاطي ذلك الذي أريده، إنها مرحلة بين زمانين. وهذا هو جيري، مدمن الجنس الذي يدفعه إدمانه إلى الركوب في مترو الأنفاق حتى يتمكن من التحرش بأجساد النساء في العربات المزدحمة. ويصف لنا كيف تحولت حالته النفسية السلبية إلى رغبات قاهرة وملحة. كنت أحس أن تلك الرغبة الملحة ضرورة، وهذا هو أفضل وصف يمكن أن أطلقه عليها. الأمر لم يكن يتطلب مني أي قدر من التفكير كي أقف عليه وأعيه. أحيانا أكون في أسفل درك الاكتئاب، والشيء الذي يلي ذلك مباشرة هو أنني كنت أدرك
إنني أحاول العثور لنفسي على مخرج من ذلك الاكتئاب، وإن ذلك المخرج لن يتأتى لي إلا عن طريق ذلك الطقس من طقوس إدماني. النقطة الثانية من دلائل أو أعراض الإدمان. 2. النتائج السلبية. بفرض أنك تعصر كأسا من عصير البرتقال الطازج كل يوم، فإن حلاوة ذلك المذاق قد تروق لك، وسرعان ما تتحول هذه العملية إلى عادة. هذا يعني أنك إذا لم تتناول ذلك الكأس من عصير البرتقال فإنك سوف تشعر أنك ينقصك شيء ما، وبالتالي يدفعك ذلك إلى تأمين كمية مناسبة من البرتقال تحسبا لليوم التالي. هل يمكن أن يكون مثل هذا العمل إدمانا؟ بالرغم من أن ذلك يعد عملا إيجابيا، هذا ليس إدمانا على الإطلاق. هذه مجرد عادة، ليس إلا نمط من أنماط السلوك التكراري الذي تستقي منه شيئا من المنفعة دون أن تترتب على ذلك أي نتائج سلبية. الذي يجعل الإدمان إدمانا بحق هو أن ذلك الإدمان ينقلب ويتسلط عليك. في الإدمان يبدأ المدمن بالحصول على شيء من المنفعة الظاهرية، كما لو كان المدمن يتعامل مع عادة من العادات، ولكن آجلا أو عاجلا تبدأ نتائج ذلك السلوك السلبية تؤثر على حياة الإنسان، ومع ذلك يواصل ذلك الإنسان ممارسة ذلك السلوك. وإذا كان السلوك الإدماني يحقق على المدى القصير شيئا من اللذة والارتياح وبعض المنافع الأخرى، فهو على المدى الطويل يسبب الآلام والحزن والمزيد من المشكلات. ويبدي ستانسون بيل الذي ألف العديد من الكتب عن الإدمان ملاحظة مفادها أن التعريف الذي ينص على أنه إذا ما أدمن الفرد يتحتم أن يركز على الضرر الناتج عن التورط، وهنا مزيد من التوكيد والذي ينصب على الفرد. ويستطرد بيل في تعريفه فيقول إن هذا التورط قد يشتمل على تقييد مصادر الإشباع الأخرى وتحديدها، كما يفيد أيضا إدراك الفرد ووعيه بحقيقة إن ذلك التورط إنما هو ضروري وأساسي في أدائه، سواء كان رجلا أم امرأة، فضلا عن الإخلال بمنظومة ذلك الفرد الاجتماعية والنفسية والبدنية نتيجة حرمانه من ذلك التورط. وزد على ذلك أن نتائج الإدمان السلبية تؤثر على جوانب كثيرة من حياة الإنسان، بما في ذلك العلاقات. إن المدمن يستقطع من الوقت المخصص لأسرته ولأصدقائه شيئا من الوقت قد يستطيع تعاطي المخدر أو التعافي أو الشفاء منه، وهذا بالتبعية تترتب عليه خطط غير متقنة وكراهية الجنس والجدل وزيادة الاستياء والامتعاض. ويضاف إلى ذلك قطع التواصل نظرا لانسحاب المدمن واغترابه العاطفي في محاولة منه للقضاء على جميع المحاولات التي تستهدف التدخل فيما يتعاطاه ذلك المدمن أو تلك المدمنة. ويكل شيئا فشيئا تمسك المدمن أو المدمنة بوعودهما، ومن هنا يزداد انعدام الثقة، وهذا بدوره يخلق جوا لا يساعد على نمو العلاقات والغربة والعزلة والانفصال. وكذلك الطلاق من النتائج الشائعة على المدى الطويل. كذلك يؤثر على العمل، حيث إن الشخص المدمن قد يستقطع من الوقت المخصص لعمل شيئا من الوقت لنفسه كما يتعاطى المخدر أو للشفاء منه، ويترتب على ذلك تأخر المدمن عن العمل وتغيبه عن العمل ونقص إنتاجيته ونقص جودة العمل الذي يؤديه، والتوتر والشجار مع رفاقه في العمل، وعدم الحصول على الترقية
بل قد يسفر ذلك عن ضياع العمل أو الوظيفة نفسها في بعض الأحيان. إن استخدام النقود في إشباع السلوك الإدماني مثل تعاطي المخدرات والمراهنات والجنس والتسوق لا يترك للإنفاق على الأمور الأخرى سوى القليل جدا من المال. يضاف إلى ذلك أن إنفاق المال في إشباع السلوك الإدماني يستنفد كل المدخرات ويوقع صاحبه في الدين ويجعله يتعثر في دفع فواتيره، ويتأثر الدخل أيضا عندما يفقد المدمن عمله بسبب إدمانه. كذلك يؤثر بنتائج سلبية الإدمان على الصحة النفسية، حيث يعاني المدمنون في كثير من الأحيان من مجموعة متباينة وكبيرة من النتائج والآثار النفسية، بما في ذلك الحالات النفسية السلبية وسرعة الغضب واللجوء دوما إلى الدفاع وفقدان احترام النفس وضياع الثقة. كما يعاني أيضا من إحساس قوي بالذنب والعار، بالرغم أنه قد يخفي تلك الأحاسيس. وإذ لم يكن ذلك كافيا، فإن ثقة المدمن بنفسه واحترامه لذاته تتدنى بسبب المشكلات التي تتراكم عليه في العمل وفي المنزل، وبسبب المشكلات المالية أيضا. ونظرا لأن المدمن لا يستطيع السيطرة على تلك المشكلات، فإنها تتولد لديه مشاعر الإحساس بالفشل وانعدام الحيلة، ويتولد لديه الاكتئاب أيضا واليأس، وتتحول العملية برمتها إلى عملية دوارة، بمعنى أن هذه المشاعر تزيد رغبة المدمن في تعاطي المخدر مرات ومرات ابتغاء للهرب من الآلام ومن المعاناة. كذلك يؤثر الإدمان على السلوك. إن المدمن يأتي بتصرفات لا يفعلها الناس عادة، والسبب في ذلك إن مسألة الحصول على المخدر وتعاطيه تصبح أهم من كل الأشياء والأمور الأخرى. ونتيجة لذلك ينظر الناس إلى المدمنين باعتبارهم أنانيين ولا يحبون إلا أنفسهم، وإنهم لا يهتمون بأي أحد سوى أنفسهم. وإذا كان ذلك يصدق من الناحية الظاهرية، فنحن لا نعتبره تفسيرا صحيحا لسلوك المدمنين، نظرا لأن ذلك السلوك يحركه اليأس أكثر من الإهمال المقصود. ويكتب ليون ورمسر، هو أحد كبار المناظرين في مجال الإدمان، إن الشخص الذي يغرق لا يعول كثيرا على مسائل الاستقامة. وكذلك يؤثر بالنتائج السلبية على الصحة البدنية. إن إدمان تعاطي مغيرات الحالة النفسية أيا كانت ينتج عنه في معظم الأحيان إهمال المدمن لبدنه وصحته البدنية، وإذا ما أضفنا إلى ذلك زيادة التوتر وتراكمه، فإن ذلك قد يؤدي إلى ظهور مجموعة متباينة من الأعراض البدنية، بما في ذلك من فقدان الشهية للطعام والقرح وارتفاع ضغط الدم وقلة النوم والإرهاق، وهذا غيض من فيض. يلي ذلك الآثار البدنية للمخدر ذاته، سواء كان ذلك نقص الشهية للطعام أو تناول الطعام وتقيؤه، أو الإفراط في تناول الطعام، أو إدمان ممارسات التدريبات البدنية. ويضاف إلى ذلك أن مدمن المخدرات أو إدمان ممارسة التدريبات البدنية والمشروبات الكحولية معرضون لأمراض بعينها، وذلك بسبب التأثيرات الكيماوية المحددة للمخدرات أو المشروبات التي يتعاطاها أولئك المدمنون. النقطة الثالثة من أعراض الإدمان، وهي فقدان السيطرة. وبرغم كل هذه النتائج السلبية، لا يقوى الإنسان إذا ما كان مدمنا على السيطرة على سلوكه الإدماني أو وقف ذلك السلوك، وما أن يبدأ التعاطي تناول الشراب أول مرة أو المراهنة أول مرة، برغم كل النوايا الطيبة والوعود التي قد يقطعها المدمن على نفسه
أو يعطيها للآخرين. والعلامة المميزة للسلوك الإدماني تتمثل في أن المدمن عندما يحاول السيطرة على ذلك السلوك والتحكم فيه يجد أن قوة الإرادة لا تكفي، وهذا يعني أن المادة أو النشاط هم اللذان يتحكمان في المدمن وليس العكس. ومدمن الإنفاق سواء كان رجلا أم امرأة ما أن يجد نفسه في مركز من المراكز التجارية قد لا يقوى على التحكم في سلوكه الإنفاقي، وكذلك مدمن القمار ما أن يضع الرهان الأول يصعب عليه التحكم في قيمة الرهان. وهذا هو ما يحدث أيضا لمدمن المشروبات الكحولية بعد أن يتعاطى كأسه الأولى يجد نفسه يأتي على القارورة كلها. والحكي هو والحكايات الشخصية يحفل بكثير من تلك الأمثلة. فهذه جويس واحدة من مدمنات تناول الطعام تسترجع ذلك الذي كان يحدث لها فتقول: في كل مرة كنت أبدأ فيها الحمية والالتزام بها أجد نفسي مقتنعة تماما إن قوة إرادتي سوف تنتصر. كنت أتصور أنني ذكية وعليه يتعين علي أن تكون لدي المقدرة على التحكم في تناول الطعام والسيطرة عليه إذا ما أردت ذلك، ولكني لم أفلح في ذلك قط. وسواء استمر ذلك التحكم يوما واحدا أو 6 أشهر كنت أعود دوما إلى تلك النوبة من جديد. كانت تلك العودة تتمثل في الخروج على الحمية بتناول لقمة واحدة، لا أستطيع بعدها التوقف عن تناول الطعام أو الرجوع عنه، وينتهي الأمر بنوبة اليأس، وهنا أبدأ من جديد فعل ذلك الذي كنت أفعله من قبل. وهذا هو ستيف مدمن الجنس الذي ينصب بإدمانه على ممارسة الجنس مع المميسات. يحكي عن تبصراته في قوة الإرادة والإدمان فيقول: كنت أقول بعد المعاهرة ممارسة الجنس مع إحدى المميسات: هذه هي المرة الأخيرة، لقد سئمت ذلك الأمر، لقد فاد كيلي، وتلك لابد أن تكون المرة الأخيرة. إلا أن يحين موعد النوبة التالية. قوة الإرادة ليست شيئا متعلقا بمثل هذه الأشياء ولا هذه الأقوال. واقع الأمر إن قوة الإرادة هي العدو المطلق. قوة الإرادة لا تعمل عليها، ولو عملت قوة الإرادة عملها فلن يكون هناك مدمن جنس أو كحول أو أي شيء آخر. ومع ذلك تصبح فكرة السيطرة على النفس مشوشة، والسبب في ذلك إن بعض المدمنين يستطيعون السيطرة على أنفسهم إلى حد ما خلال فترات زمنية قد تطول أو تقصر، وهذا هو ما يدعم الوهم الذي يساورهم ويظنون بمقتضاه إنهم ليسوا مدمنين. قد يكون ذلك شكلا من أشكال الإنكار مرتديا ثياب الانتظام أو السيطرة. من ذلك على سبيل المثال إن مدمن تعاطي الكوكايين قد يستمر عدة أسابيع بدون سكر، وبخاصة إذا ما كان يحاول أن يثبت لأحد مثل الزوجة أو الطبيب المعالج إن الإدمان لا يمثل له مشكلة على الإطلاق. وهذا يحدث أيضا لمدمن القمار ومدمني تناول الطعام عندما يكونون بصدد بدء حمية جديدة. ومريض الإدمان إذا لم يتم شفاؤه في كل الأحوال داخليا من مرض الإدمان فإن مسألة عودته إلى المخدر أو مادة الإدمان أيا كانت أمر حتمي ولا مفر منه. من هنا تنعدم السيطرة في النهاية، أو قد يستمر المدمن في ممارسة شكل من أشكال السيطرة المؤثرة على إدمانه طوال بقية حياته، ولكن ذلك يكون من الناحية النظرية أو الشكلية ليس إلا. ولكن من الجدير هنا أن نؤكد من جديد إن مريض الإدمان إذا لم يتم شفاؤه داخليا من إدمانه فمن المحتمل أن يظل يعاني ويكابد ذلك الآلام العاطفي الذي جعله يشتهي مغير الحالة النفسية ويتطلع إليه في المقام الأول.
وتشيع بين أولئك الذين تعافوا من إدمان الكحول مقولة مؤداها: إن المدمن إذا ما أراد أن يعرف بحق مدى سوء إدمان المشروبات الكحولية فما عليه إلا أن يتوقف عن تعاطي تلك المسكرات، ويتوقف أيضا عن طلب العون والمساعدة للخلاص من ذلك المرض اللعين، لأن ذلك يحدث في الفترة التي يجري فيها تجربة الجوانب الذهنية والعاطفية في شخصية المدمن، عندما لا يكون تحت تأثير ذلك المخدر الذي يتعاطاه. هذه كاثي طفلة من أطفال واحد من مدمني المشروبات الكحولية، عقدت عزمها على ألا تصبح مطلقا مدمنة لتلك المشروبات. وعندما كانت كاثي في سن المراهقة اكتشفت أنها تتناول تلك المشروبات بواقع كأسين كل صباح، فأصابها الخوف والفزع، وقررت التراجع عما تفعله، وخفضت تعاطيها لتلك المشروبات. وهي تذكر أن حجتها في ذلك كانت تقوم على حقيقة مفادها إن السيطرة على تناول تلك المشروبات والتحكم في تعاطيها في الوقت الراهن يعني أنني أستطيع تناولها بقية حياتي. وسيطرت كاثي بالفعل على تناولها تلك المشروبات، بأن أصبح كل ما تتناوله منه طوال اليوم لا يزيد بأي حال من الأحوال عن كأسين من البيرة ليس إلا. وبعد ذلك بعقد من الزمان وفي سن 28 بدأت حياة كاثي تتداعى، إذ بدأت تراودها بعض الأحاسيس والمشاعر التي كانت تسبب لها آلاما مبرحة، نظرا لإحساسها بأنها لم تعد على المستوى الكفاية المطلوبة لعملها كأخصائية اجتماعية، وبدأ أصدقاؤها ينصرفون عنها، وكان من الواضح أنها لم تكن تؤدي عملها حسب إمكانياتها. ومع ذلك لم تكتفي كاثي ذلك الذي كان يحدث لها، وبعد ذلك تصادف في إحدى الأيام أن استمعت إلى أحد المتحدثين من جمعية مساعدة مدمني الكحوليات عندما كان يتحدث في إحدى المؤتمرات الذي كان منعقدا في مكان ذهبت إليه كاثي لقضاء بعض الأعمال. وسمعت كاثي ذلك المتحدث وهو يقول إنه استطاع أن يتحكم في تعاطي المشروبات الكحولية ويسيطر عليها عدة سنوات، غير أن الجانب الذهني من ذلك المرض تدني إحساس المدمن بذاته ومشاعر الوحدة والعزلة والارتباك أمام الغرباء ما زال يجعله غير قادر على تسيير أمور حياته. لقد اخترق كلام ذلك المتحدث رفض كاثي وتغلغل فيه، وهنا قلت لنفسي: لقد رفع القناع عن وجهي، أنا من مدمنات المشروبات الكحولية، أنا لم أعرف ذلك إلى الآن. أذكر أنه دار بخاطري في ذلك الوقت، إذن فهذا هو ما أعاني منه. واستطعت في النهاية أن أقف على ذلك الإعوجاج الذي أصاب حياتي. لقد كان ذلك المتحدث يصف بعض الطرق والأساليب التي لم يكن لدي أي فكرة عن أن لها علاقة بإدمان المشروبات الكحولية. وهنا أدركت بل فهمت تماما أن تحكمي وسيطرتي كان ينصبان على الجانب المادي من المشكلة وحدها، أما الجانب الذهني فقد كان لا يزال يتأجج ويستعر في داخلي. هذا لا يعني أن المدمن إما أن يكون مفتقدا للسيطرة وخارجا عنها تماما، أو قد يكون يحاول السيطرة على تعاطيه والتحكم فيه، وهذان الحالان كل منهما مشكلة بحد ذاته. وعدم التعاطي يتطلب من المدمن جهدا كبيرا. هذا يعني أن المدمن يتعين عليه أن يتدبر عدم التعاطي ويتأمله جيدا ثم يطبقه على نفسه، نظرا لأن عدم التعاطي لا يزال يغلب المدمن على أمره. وهنا يجب ألا تعول على مقدار قوة الإرادة الذي سيفرضه المدمن على تعاطيه الفعلي للمخدر، إذ إنه يكون عديم الحيلة ولا حول ولا قوة مع ذلك المرض الذي سيطر عليه،
وإنما هل تستطيع أم لا تستطيع الإقلاع عن ذلك المخدر. إذ كنت تستطيع ترك المخدر وليس تعاطيه أو الاهتمام به أو التشوق إليه أو التفكير به، فذلك يعني أنك يحتمل ألا تكون مدمنا. النقطة الرابعة من أعراض الإدمان: الإنكار. عندما تبدأ المشكلات في التراكم على المدمنين في العمل وفي المنزل بل وفي كل مكان في واقع الأمر بسبب الإدمان وإهمالهم لمشكلاتهم القائمة، فإن المدمنين يبدأون بإنكار أمرين إنكارا تاما. وأول هذين الأمرين هو أن المخدر الذي يتعاطونه أو النشاط الذي يمارسونه لا يشكلان مشكلة يستعصى عليهم التحكم فيها أو السيطرة عليها. وثاني هذين الأمرين إن النتائج السلبية التي طرأت على حياتهم لا علاقة لها بالمخدر الذي يتعاطونه أو النشاط الذي يمارسونه من قريب أو بعيد. والإنكار له أشكال كثيرة. ويترنس جورسكي صاحب كتاب الابتعاد عن السكر حفاظا على الرزانة يعرف لنا الجزء الأكبر من هذه المشكلة التي منها: 1. الإنكار الكامل: لا، أنا ليست لدي أي مشكلة على الإطلاق. 2. التقليل من أمر الموضوع، كما يقول الأمر ليس سيئا إلى مثل هذا الحد. 3. تجنب الموضوع برمته، كتجاهل الموضوع ورفض مناقشة الموضوع أو بإبعاد الآخرين عن الموضوع. 4. إلقاء اللوم على الآخرين، حيث يقول المتعاطي أو المدمن: صحيح إنني أتعاطى المخدر، ولكن من ذا الذي لن يتعاطاه إذا كانت لديه زوجة مثل زوجتي، أو رئيس مثل رئيسي في العمل، أو أولاد مثل أولادي، وغيرها من تلك الأسباب أو اللوم على الآخرين. 5. إطفاء الطابع المنطقي عن الموضوع وإعمال الذهن فيه، حيث يقول: حالي ليس سيئا مثل حال جو، أو الكوكايين لا يسبب الإدمان بأي حال من الأحوال. والأمثلة كثيرة على الإنكار ومدى شدته والإصرار عليه. هذا هو أرثر الذي أودى به تعاطيه المشروبات الكحولية إلى إدخاله إحدى المصحات النفسية على سبيل المثال، ومع ذلك ظل عاجزا عن أن يفهم إن الكحول كانت له أي علاقة بما فيه ويعانيه. كل ما كان يعني أرثر ويهمه أن الكحول أفضل أصدقائه، لأني كنت في مستشفى الأمراض النفسية، وفي الوقت الذي كان يتعين أن أعترف فيه بأن الأمور قد تبدلت وساءت، لم أكن على استعداد أن أخبرك أن الكحول هو المشكلة في حياتي. وواقع الأمر أنني ما زلت أتذكر تلك المقابلة التي أجرتها معي الأخصائية الاجتماعية، ونظرتها إلي من على الجانب الآخر من المنضدة لتقول لي: الكحول هو مشكلتك. وهنا قلت لها: عفوا عزيزتي، تمهلي قليلا من فضلك، الكحول ليس مشكلتي، الكحول هو ذلك العزاء الذي يلصقني تماما في وجه كل هذه المشكلات. وصدقت نفسي عندما قلت لها ذلك. والمدمنون شأنهم شأن أرثر تماما، يلومون الآخر ويلومون الظروف أيضا على المشكلات التي تظهر في حياتهم. فهذا رئيس في العمل يجعل الحياة المدمن لا تطاق، وذاك زوج عاق وغير مخلص، وتلك زوجة ملحة لا تتوقف عن السؤال، وهذا هو ضيق اليد وقلة المال وغيرها. والفكرة التي تراود المدمن هي أنه إذا ما تعاون معه الآخر وانصلح حال الظروف فإن حياته سوف تستقيم. من هنا يعد الإنكار عملية فكرية خاضعة ينكر المدمن خلالها إدمانه ونتائجه السلبية، وبذلك يقطع المدمن صلته بالواقع ويكون بعيدا عنه.
ومدمن تعاطي الكوكايين على سبيل المثال، ما أن يعقد العزم على شراء جرام آخر من الكوكايين برغم الحقيقة التي مفادها إن شراء ذلك الجرام لم يبقي لدى ذلك المدمن ما يشتري به ملابس المدرسة لأطفاله أو ما يفك به رهنه حتى يدخل في تلك العملية الفكرية الخاضعة. هذا يعني إن ملكات المدمن الذهنية المنطقية يحدث لها شيء من العرقلة أو التعطيل، ويصل الإنكار حدا يشكل معه انقطاعا حقيقيا عن الواقع. وهذا الأمر كما تقول مارغريت بين الأخصائية النفسية بجامعة هارفارد لا يخلو من الذهان الدقيق. وتقول مارغريت: نحن لا نلاحظ ذلك الانفصال عن الواقع سوى في الشخص المصاب بالذهان، وذلك الذهان يحدث في أي مكان ويتساوى في قوته وحجمه مع ذلك الذهان الذي نلاحظه في المدمن. وهي تطلق على ذلك النوع من الذهان اسم الذهان الدقيق، نظرا لأن الإصابة به لا تحدث بغير هذا الطريق. معنى ذلك إن المدمن لا يصاب بذلك الانفصال الذهاني عن الواقع إلا في هذه المساحة المحددة وحدها، أي المحافظة على النشاط الإدماني والإبقاء عليه. والنقطة الرئيسية هنا تتمثل في أن المدمنين لا يحاولون مجرد استمالة الغير والتغلب على الجميع، والمدمنون عندما يدخلون في عملية الإنكار يظنون في واقع الأمر أنهم يقولون الحق. هذا يعني أن المدمنين يبعدون عن وعيهم الحقائق التي يمكن أن تشير إلى أي شيء آخر غير الذي يريدونه. معنى ذلك أيضا أن المدمن يقول لنفسه: إذا كانت الحقيقة مؤلمة فأنا لا أريد أن أرى تلك الحقيقة أو أعيها، من هنا سأغلق عيني عن تلك الحقيقة وسوف تغرب عني. وإنكار المدمن يمكن أن يتسبب في غضب أو جنون ذلك الشخص الذي يتحتم عليه أن يتعامل مع المدمن ويتفاعل معه، بغض النظر عن كون ذلك الشخص زوجة أو ابنا أو أبا أو أما أو زميل عمل أو صديقا. ونحن إذا لم نكن على علم بأن الإنكار عرض من أعراض الإدمان، وإنه يمارس ضغطا لا إراديا قويا على المدمن، فإن ذلك يمكن أن يكون يصيبنا بالحيرة والارتباك. زيد على ذلك إن منطق المدمن وحجمه وحججه قد تبلغ من الإقناع مبلغا يجعلنا نتشكك في مفاهيمنا الخاصة الثابتة. ومن الواضح الجلي هنا أننا يتعين علينا هنا أن تكون ثقتنا هي بادعاءات شخص أصبح بالفعل خارج نطاق الاتصال بالواقع. وظيفة الإنكار الرئيسية عند المدمن تتمثل في إبعاد كل ما يمكن أن يعترض أو يقف في طريق تعاطيه المخدر، والمدمن أو المدمنة يتحتم عليه أن يتجنب الوقوف على المشكلات التي تنتج عن الإدمان. والسبب في ذلك إن المدمن سواء كان رجلا أم امرأة، إذ ما تبين تلك المشكلات ووقف عليها فإن ذلك سيحتم عليه عمل شيء ما بشأنها، وهذه فكرة لا يطيقها الإنسان أو يتحملها بعد أن يدمن. وهذا مأخوذ من أقوال بيفرلي مدمنة الطعام التي وصل وزنها ذات مرة إلى 325 رطلا. وتقول بيفرلي: عندما كنت متينة بحق لم أكن أعرف في الواقع الأمر المدى الذي وصلت إليه من السمنة، ومبلغ ظني إنني كنت أنكر هذه السمنة. كنت أنظر في المرآة لأرى أن مقياس وسطي يساوي ثلث مقياس جسمي، ومع ذلك لم أفهم ولم أدرك التشوه وعدم التناسق الذي أصابني. لم يتحقق لي ذلك إلا بعد أن قست وزني 75 رطلا تقريبا، وشاهدت صورا فوتوغرافية لي. أدركت بعدها مدى السوء الذي كنت فيه. لو كنت قد أدركت ذلك واعترفت به في وقت سابق لحتم ذلك علي أن أفعل شيئا بشأن هذه السمنة.
وسبب عدم إدراكي لذلك واعترافي به هو أنني لم أطق أو أتحمل الإقرار بذلك الواقع، وأنا أقصد بذلك أن مجرد الحركة داخل الغرفة كانت أمرا صعبا علي. لقد عرفت ذلك حينئذ، غير أنني لم أطق الاحتفاظ بهذه المعرفة، ولذلك بعدت بيني وبينها. هذا يعني أن المدمن ينكر، لأن المدمن كما يؤكد ذلك جورسكي له مصلحة في ذلك الإنكار على المدى القصير، لأن ذلك المدى القصير هو كل ما يهم ذلك المدمن ويعنيه. وإذا كان الإدمان يولد الارتباك في حياة المدمن ويفقده السيطرة عليها، فإن الإنكار بعينه يعينه ويساعده على أن يعزل نفسه عن هذه الحقيقة ويباعد بينه وبينها، ويجعله يعيش في ذلك الوهم الذي يحسب منه إن كل شيء على ما يرام، ذلك الوهم الذي يجعله يحب أن يقبض على الأمور ويسيطر عليها. أضف إلى ذلك أن الإنكار يهيئ الفرصة للمدمن كي يحتفظ ببعض المشاعر والأحاسيس الطيبة عن نفسه، وذلك بأنه يحجب عن وعي المدمن تفاقم تلك الفوضى التي تتزايد في حياته. معنى ذلك أن أوهام المدمن، سواء كان رجلا أم امرأة أو إن شئت فقل صورته أو صورتها المثالية عن حياتها، عندما يهددها الواقع بالغزو والاقتحام تحتم أن يرتفع جدار الإنكار عليا. والسبب في ذلك أنه في عالم المدمن كما سنرى الذي لا يتكون سوى من الأبيض والأسود، نجد أن أولئك الذين لا يعيشون بوهم إن كل شيء على ما يرام ويحافظون على ذلك الوهم، إنما يهوون إلى الدرك الأسفل من كراهية النفس والاشمئزاز منها، ويكابدون مشاعر ضياع الأهمية ومشاعر العار والخزي، فضلا عن مشاعر الذل والاحتقار والإهانة. ومن هنا وإذا ما أخذنا بعين اعتبارنا فكرة المدمنين عن أنفسهم وعن العالم من حولهم، نجد أن الإنكار لا يعدو أن يكون محاولة من محاولات حماية الذات أو النفس. الإنكار ليس سوى محاولة يحاول فيها المدمن الاحتفاظ بشيء من سلامة الذات بغض النظر عن نوعية ذلك الشيء. هذا يعني أيضا أن المدمن يعمل في ظل منظومة عقدية خاطئة، وأنه لا يعرف ثلاثة أمور: أولها أنه ليس من الضروري أو حتى من الممكن أن يكون الإنسان كاملا، وثانيها إن الحلول السريعة لا تؤتي ثمارها، وثالثها إنه يستطيع أن يطلب العون من الآخر ويحصل عليه. وتتمثل نتيجة الإنكار المدمرة الرئيسية في أنها تحول بين المدمن وبين سعي تصحيحه لسلوكه، نظرا لأنه فاقد للاتصال بذلك السلوك. ويوجز أحد الخبراء الكبار الأمر فيقول: لقد اختفت عنده قنوات التغذية المرتجعة. هذا يعني أنه بالرغم من تفاقم مشكلات الإدمان وازديادها سوءا، وبرغم ظهور علامات الإدمان ودلائله على المدمن بشكل صارخ، ألا إن تلك المعلومات لا تصل إليه. والسبب في ذلك إنه مضلل ومشتت ولا يستطيع تبين حقيقة نفسه، ويقول: إن هذه المادة أو السلوك يؤثر على عملي وعلى زواجي وعلى صحتي، إذن فمن الأفضل لي أن أتوقف عن تعاطيها. والمدمن لا يستطيع أن يفعل ذلك نظرا لأنه لا يستطيع الحصول على تلك المعلومات. ولعل هذا هو السبب في أن المدمنين على اختلاف أنواعهم ينتهي بهم الأمر إلى اصطدام بجدار من الصخر لم يتبينوا قط أنه يقف في طريقهم ويسده عليهم. والسؤال الذي قد يلح على كثير من القراء عند هذه المرحلة هو: كيف يمكن لشخص عادي، شخص لا يعاني من آلام نفسية واضحة ويؤدي عمله على أفضل نحو ممكن،
كما يؤدي دوره في مناحي الحياة الأخرى على أفضل ما يكون. كيف يمكن لمثل هذا الشخص أن يصاب بالإدمان دون أن يتبين أنه يقع فيه؟ سوف نعرض في الفصل التالي لذلك الذي يحدث عندما يصبح شخص عادي أسيرا في دائرة سلوك إدماني.